انكم مع شبكة وقائع اليوم الإخبارية بعد كل مباراة للنادي المصري وعشاقه ورأي جماهير بورسعيد. نتعرف بحضرتك. محمد زهران. أستاذ محمد، تقييم حضرتك النهارده لمباراة النادي المصري ووادي دجلة؟ هو انا شايف ان النهارده في فكر عن الماتش الاولاني والتاني، يعني اللعيبه عاوزه تلعب، بس هو في حاجات حايشاهم زي مثلا تفكير مدرب، اساسيات في الملعب. اللعيبه بتلعب فرديات مش بتلعب جمل، محتاجين ان هم يفهموا جمل، يتمرنوا على جمل عشان يقدروا يلعبوا ويبقوا كويسين بحاجه زي كده. أستاذ محمد، ايه من وجهة نظرك ايه اللي بيحتاجه النادي المصري عشان يرجع للمستوى؟ هي من اول حاجه يعني محتاجين مدرب كويس قبل مدير فني، مدرب كويس، لان المدرب هو اللي بيكون اجتماعه كله مع اللعيبه. مدير فني طبعا، لان المدير الفني انا شايف ان هي امكانياته ضعيفه ومش بيقدم اي حاجه للعيبه، اللي هي اللعيبه مستواها عالي وبتأدي في الملعب مستوى عالي، بس ما فيش اي فكر خالص. احنا محتاجين مدرب ومدير فني. كلمة حضرتك بتوجهها للاعيبة النادي المصري؟ بوجه لهم، بقول لهم شدوا حيلكم شويه، انتوا كويسين وانا شايف ان انتوا تلعبوا للنادي المصري مش لحاجه تانية في الفتره دي بالذات كمان، لان كل لاعب هيجي دلوقتي محتاج فلوس وكده، لكن انتوا تلعبوا دلوقتي عشان النادي المصري. شدوا حيلكم وان شاء الله في الاحسن باذن الله. كلمة أخيرة للجهاز الفني ومجلس إدارة النادي المصري. ربنا يكون في عونك. انت مش قد المسؤوليه بتاعت النادي المصري، النادي المصري كبير جدا. احنا شايفين ان احنا عاوزين اكتر من كده كمان. بشكر حضرتك، شكرا.